هذا إبراهيم ووافي أصدقاء ويعيشون في قرية، فتجمعهم المحبة والوفاء. فإبراهيم قال وافي ودي أعرس. قال وافي أبشر، خابر أحد؟ قال إيه، أنا أعرف ناس في الديرة الفلانية وبروح أخطب منهم. قال توكل على الله. تواعدوا على يوم راحوا للعرب سلموا عليهم، لا لبو شيخ كبير واخوان المراه ورجال، وفي مجلس خطب وسألوا عنه ووافقوا وزوجوا الرجال. زوجوا من؟ إبراهيم. رجع إبراهيم بزوجته ووافي كلهم في ديرة واحدة، هذا في أقصى الديرة وهذا. يقول إبراهيم عشت مع زوجتي 8 أشهر، طرالي طاري أسافر الشمال، شمال ديرتي بمسافة 400 كيلو، فماني مودي المرأة لأهلها، قلت خلها في البيت. راح الوافي قال يا وافي أبيك تمر على المرأة وتشوف كل 3 أيام محتاج شيء، محتاج أغراض. قال ابشر. صار وافي يجي السلام عليكم تبون شيء؟ قالت نبي دقيق، نبي سكر، اللي ناقص عليها. الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، يوم جاء ذاك اليوم سبحان الله يطق الباب، هي فاتحة الباب فتحة أكبر من المعتاد. قالت اقلط. قال راعي البيت مو موجود. قالت انت اخو راعي البيت وخلي، وانا والله مستحيت فيك، كل يوم رايح انت قضالي تقول صبي عندي، خلني اكرمكم فنجان شاهي ولا. يقول والله اخذتها من هذا الباب قلت توكل افتح المجلس. يقول فتحت المجلس يوم دخلت، يقول انا في المجلس شفتها قفلت الباب بمفتاح. يقول عرفت ان ربما فيه غرض مهزئ. يقول هي راحت دبرت في المطبخ وانا شفت حركاتها وشفت لبسها وشفت عطوراتها، عرفت ان المرأة ما هي يعني. خدت وكتبت بيت شعر على الباب من وراء باب المجلس، وخليت الشطر الثاني فاضي ونحشت مع السطح. جت المرأة تدور ما لقتني، خدت 4 أيام وجيت وطقيت البيت. تبون شيء؟ قالت انت ليش رحت ذاك اليوم ما خليتني اكرم؟ قال اقول انت داخل البيت وانا ظاهر البيت، لين يجي راعي البيت ماني بداخله وانت وهو راعي البيت مو فيه. يقول خدت لي شهر شهرين الا زوجها رجع. عز الله له وافي على اسمه. جاء ابراهيم هذا ومع زوجته اليوم الاول الثاني الثالث، يقول يوم دخل المجلس ويرد الباب ويلقى البيت اللي مو بخابره، بيت شعر مكتوب على باب بيته مجلسه وهو مو بخابر. شو يقول البيت؟ شو يقول؟ يقول رب امرأة تزينت وأتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن، حط نقط وعلامة استفهام. والله اسقط في يده بيت شعر وفي بيته والبيت مشربك وانا بخابره. اركب وروح الشاعر عندهم في الديره، السلام عليكم السلام، انا سافرت ولقيت لي بيت شعر ودي اعرف تكملته. كمله. قال الشاعر وش يقول؟ قال الشاعر يقول انا اعيد البيت لعلكم يعني تستفيدون. رب امرأة تزينت واتتني ودعتني لوصلها فابيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. فكر قال والله ماني عارف اكمله، لكن فيه اعرابي. اي نعم. قال في اعرابي في الصحراء رحله ترى مشهور انه يقول وانا اركب واروح لها الاعرابي على بعير، يقول واجي ولا بيت الشعر وشاب مضوى واسلم عليه، يا فلان قال نعم، قال انا جايك وبسالك عن بيت شعر. قال لا لو تقهو وعين خير انا لاني بشاعر، الناس تقول عني شاعر وانا ماني بشاعر. قال العالم مظهرة عليك. قال لا، بنتي اللي تسرح مع الابل هي والثانيه اللي مع الغنم كل واحده اشعر من الثاني، اذا جو اسالهم. يقول تقهوينا يوم جاء المغرب لا راعيه البل مورده، سلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا بنتي فيه ضيف عندنا يسال عن بيت شعر ناقص. سبحان الله. التفتت على الضيف قالت شو يقول الشاعر يا ضيف الرحمن؟ قال الشاعر يقول رب امرأة تزينت واتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. قالت كنت خلا لبعلها فاستحيت. الله. فكت البيت. جميل. جاب يقوم قال اقعد خل راية الغنم تجي. قالوا هو يجلس. راحت وله حار الرجال. جت راية الغنم سلمت على ابوها ما شافت اخته. قال عندنا شاعر ويسأل عن بيت شعر يا بنتي. قالت شو يقول الشاعر يا ضيف الرحمن؟ قالت الشاعر يقول رب امرأة تزينت واتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. قالت كنت خلا لبعلها فاستحيت. وهذا خويه
هذا إيه تقول الثانية ردت كلمة قالت هذا خويه، صار نفس الكلام. قالت هذا خويه أي. سكت الرجال كرم ومشى. يعني نفس صار جواب الاول مثل الثاني. اي نعم. بس الثانية زادت قالت هذا خويه. رجع الرد واحد يا ابو عبد العزيز. لبيه؟ الرد 2-1. ردت 2-1 بس اضافت كلمة قالت هذا خويه. نعم. اللي كتب الكلام خوي الرجال. رجع الرجال للديرة، لكن شوف الحكمة يا اخوان، هو ذكر ابوها وذكر اخوانها، ومعالجة القضايا هذه يبي لها حكمة، يبي لها فطنة، ولعل المسافة كانت جعلت انه يفكر كيف يعالج الامر. نعم. فرجع للمرة وقعد يومين ما قال لها شيء، عادي كأن الامر طبيعي. نعم. فقال لها احنا مبطين على هلت. قالت لي والله مبطين، انت سافرت ورجعت وانا. قال ايش رايك بكره نمشي لهم؟ قال جمعي عفشه، تسوي تجمعي قشيشه تركب معي على بعير في الطريق. قال يا فلانه؟ قالت نعم. قال انا في سفرتي تزوجت. قالت ها؟ قال تزوجت ولا بيستدرين من غيري، بيستدرين مني، وترى بجيب المره اسكنها معك في البيت. في البيت، ما عندي فلوس. قالت معصي والله ما ارجع معك. قال عاد انت الامر راجع لك وانا محلل لي الشرع 4. يقول هو يرجع لوالدها وينزلون يتقهوى عنده. قال انا ماشي خلوها عندك. يوم خذوا 4 ايام يطرشوا له، قالوا المراه تبي الطلاق. قال خلوها تستخير. قال لا لا مصرح على الطلاق. قال وانا اطلقها وفي مثبرها الى الحين. وهو رجع مع خوي سلامته.